قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تقصد ايه؟ انا طالب ايد بنت وقصادها وقف شركتك على رجلها تاني، وليه بنتي احنا هنعمل عقد وكل حقوقك هتبقى محفوظ. انا ما يهمنيش اي حاجة، انا طالب ايد بنتك مش اكتر، واظن مفيش حاجة تخوف او تزعل في الموضوع لانك انت عارفني كويس. اي حاجة تخصني بتبقى في عيني، وبنتك هتكون مراتي يعني شايلة اسم. بس يا ابني افرض ما وافقتش، دي بقى هتكون فرصتك انك تقنعها. طيب يا ابني اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ومشي من المكتب احمد بابتسامة كده تمام. فقصر ادم كان قاعد بيقرأ شوية وخد نفس طويل ومسك تليفون وقال بحب: وحشتيني، لو كنت وحشتك كنت كلمتني او عبرتني، طول اليوم مستنية منك مكالمة. بس اقول ايه، البعيد ما بيفهمش. ده انتي ماموسة بقى. وانت عملت ايه خلينا اتقمص؟ حقك علي، النهاردة كنت مشغول وروحت بدري، ولما وصلت بعتلك رسالة وما رديتيش عليا فنمت. انا عارف، علشان كده مرضتش ارن عليك وسبتك ترتاح شوية. صح يا ايه؟ هو ايه اللي على الاخبار ده حقيقي؟ ما تشغليش بالك بالحاجات دي، ركزي في تدريبك اليومين دول، عاوزك تبقي شاطرة اوي. يا سلام، مش انا مراتك ومن حق اطمن عليك واعرف كمان كل حاجة عنك؟ وايه صلتك بتجار المخدرات دول؟ احلام قلتلك ما تتكلميش في المواضيع دي تاني، فاهمة؟ من امتى وانت بتسألي على شغل؟ يعني هي ايه؟ هو انت بتعتبرني ايه؟ ولا مسألش على دي كمان؟ لانك مالكيش دعوة بأي حاجة، فاهمة؟ وقفل التليفون وقلب تنهيدة. انتي ما تستاهليش انك تعيشي دنيا كلها تخطيط ومؤامرات. مش حابب ان انتي تعرفي شخصيتي التانية. انتي بقيتي الحاجة الحلوة اللي في حياتي ومستحيل اضيعك مني. وعندها احلام كانت منهارة من العياط. كلام ادم بالنسبة لها كان معناه ان هي ملهاش اي اهمية في حياته. يعني ايه دلوقتي؟ انا ما بقتش فاهمة. وفضلت تعيط لحد ما نامت مكانها. وفي البيت عند دينا كانت مامتها وباباها قاعدين بيتكلموا، وهي كانت رايحة على اوضتها، بس سمعت باباها وهو بيقول: مش عارف والله يا هند هعمل ايه. قال لي ان هو هيتعاون معايا، وكنت فرحان، ومش سايعاني الفرحة اني هشتغل مع احمد الكيلاني. كنت هتنقل نقلة تانية غير الصفقة التانية اللي كنت داخل فيها، وكنت ضامن الفوز. خسرتها والشركة اتدمرت، بس طلبه صدمني. انا عارف ان هو راجل ويعتمد عليه رغم اسوده وجبروته اللي بيبان، بس عارف ان هو مستحيل يأذي حد يخص. بس بنتي مستحيل، بنتي خطح، وانت هتعمل ايه حاج؟ ده شرطه الوحيد انه يتجوز بنت، لا اما شركتك تتقفل. لا انا مستحيل اجبرها على حاجة، انا هكلمها رفضت انا معاها وفي ظهرها ومش هضغط عليها. ربنا يقدم اللي فيه الخير. دينا راحت على اوضتها والدموع مالية عينيها، هي مش مصدقة اللي حصل. يعني هو عمل كده علشان يحط ابوها تحت الامر الواقع؟ هي ما كانتش متخيلة ان هو بالجبروت ده. يعني غروره ما سمحش ليه ان هو ينسى اللي قالته. وفضلت تعيط، وبعدها نامت من كتر التعب. وتاني يوم الصبح صحيت ولبس وراح على الشركة. وهو في الشركة اتصل على أحلام كتير، بس هي ما ردتش عليه. فخد نفس طويل وحاول يركز في شغل. وبعد شوية حازم دخل عليه: عندك اجتماع في الغردقة بكرة ما تنساش. تمام، كل اللي موجودين هيبقى معاهم مراتاتهم، فالأحسن تتفق مع أحلام وتاخدها معاك. تمام، أكيد انت هتيجي معايا. لا لا يا باشا، انت هتروح لوحدك علشان في صفقة مهمة لازم اشتغل عليها. تمام، همشي انا علشان اقول للأحلام تجهز نفسها. وسابه ومشي. وفي العربية قعد يتصل بيها، بس هي ما كانتش بترد عليه. فراح عندها البيت، وأول ما خبط على الباب فتحت والدة أحلام. تعالي يا حبيبي اتفضل، عاملة ايه يا ست الكل؟ كويسة يا حبيبي، ادخل وانا هعمل لك حاجة تاكلها بسرعة. لا لا مش عايزة اتعب، هقول بس الأحلام كلمة وهمشي على طول. لا انا قلت لك هعمل لك حاجة تاكلها، وهي في اوضتها ادخل لها، ويا ريت تشوف هي مالها علشان قافلة على نفسها من امبارح. وراح ناحية اوضتها وخبط اكتر من مرة، وبعدين دخل بس لقاها بتصلي، فابتسم على رقتها وجمالها وهي بتصلي. وخلصت صلاة وفضلت تدعي بصوت واطي:
وهو فضل يراقبها، وأول ما خلصت صلاة وبتبص قدامها لقته في وشها، واتنفضت بخوف أول ما شافته. آدم فضل يضحك على شكلها. ايه يا قطة، شفتي عفريت؟ أحلام وهي بتحط ايديها على قلبها بخوف. والله المفروض انك تخبط على الباب أو تعمل صوت قبل ما تدخل. آدم وهو بيرفع حاجبه، أولا أنا خبطت أكتر من مرة، ثانيا بقى وفيها ايه يعني لما أدخل على مراتي؟ طيب بعد إذنك ابعد شوية. وبعدين انت ايه اللي دخلك اوضتي؟ مش انا ماليش اي علاقة بحياتك؟ انت كمان ملكش اي علاقة بيا. يلا اطلع بره. انا جاي بس علشان اقولك على حاجة. اعملي حسابك انك جاية معايا بكرة الغردقة، عندنا اجتماع مع الوفد الاجنبي، وهاخدك معايا علشان تكسبي شوية خبر. والله فيك الخير، متشكرة بس مش ناوية اجي معاك علشان انا ماليش دعوة بشغل. تمام، انا قلت كلمة واحدة، هاجي اخدك بكرة، تكوني جاهزة لما اجي. لا اما بقى يا حلوة هطلع البسك بنفسي. وسابها ومشي. مغرور وغبي، مش عارفة بحبك على ايه يا غبي انت، كداك القرف فيك وفي قلبي. في البيت عند دينا كانت قاعدة سرحانة بتفكر في المغرور واللي عمله مع باباها. دخل باباها بابتسام. حبيبتي كنت عايزة اتكلم معاكي شوية. دينا بابتسامة مزيفة، هي عارفة هو عايز يقول لها ايه. طبعا يا بابا اتفضل، انتي عارفة طبعا انك كبرتي وبقيتي عروسة زي القمر. يا روحي هو في قمر غيرك هنا؟ يلا يا بكاسة. المهم في واحد متقدم وانا كنت جاية اخد رأي. كمل يا بابا، ايه رأيك في الموضوع؟ هو شاب انتي عارفاه واكيد اتعاملتي معاه قبل كده، احمد الكيلاني ابن خالة احلام. طبعا عارفاه. عارفاه يا بابا. ايه رأيك فيه؟ اللي انت تشوفه يا بابا. لا يا حبيبتي، اللي انتي عايزاه، لو مش عايزة انا مش هجبرك، دي حياتك انتي وانتي حرة فيها. انا قلت بس اخد رأيك في الموضوع. لا يا بابا هو كويس، انا بشوف طريقته مع احلام، هو حنين قوي عليه. شخص زي ده اكيد هيكون حنين علي وهيتقي ربنا فيا. ربنا ينور حياتك كلها يا بنتي. وخرج من الأوضة وهو بيفكر في كلام بنت، ودينا خدت نفس طويل بزعل وفوضت أمرها لربنا. تاني يوم صحي آدم من النوم وطلع على بيت أحلامه واتصل عليها. خير على الصبح، يلا أنا تحت مستنيك، دقيقة وتكوني قدام. آدم يا بابا، أنا قلتلك إن أنا مش جاية امبارح، ليه بقى تعب نفسك وجاي هنا؟ أحلام يا روح، دقيقة لو منزلتيش هطلع ألبسك بنفسي زي ما قلتلك برضه امبارح. وقفل التليفون في وشها. أحلام قامت بسرعة علشان تلبس، هي عارفة إن آدم ما بيهزرش. وبعد كام دقيقة نزل وركبت العربية من غير ما تبصله، فابتسم آدم وماشي. بقولك ايه، هو انتي مش ناوية تبصلي بدل القعدة الناشفة دي؟ أحلام ما اتكلمتش وكملت بص من الشباك. فندم آدم وبص قدام وساق بسرعة وعصبية لحد ما وصلوا الفندق. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.